إزيك؟ أكيد شفت قبل كده سفينة عملاقة ماشية فوق البحر وسألت نفسك إزاي؟ دي كلها معدن تقيل، يعني لو وقعت منك معلقة في البحر هتغرق، والسفينة دي ماشية فوق المية عادي. إيه السر؟ في الفيديو ده هنتكلم عن العلم ورا المعجزة دي بشكل بسيط وممتع. ركز معايا لحد آخر دقيقة وهتفهم الموضوع كله وهتحكيه بعد كده لأصحابك وانت واثق. شرح مبسط لقانون أرخميدس. الموضوع كله راجع لعالم يوناني اسمه أرخميدس. الراجل ده من آلاف السنين اكتشف قانون مهم جدا وهو بيستحمي في البانيو. والله لما نزل جسمه في المية لاحظ إن المية بتعلى وحس إنه أخف، ومن هنا قال أي جسم بينغمر في سائل بيتأثر بقوة اسمها قوة الطفو. القوة دي بتساوي وزن المية اللي الجسم بيزيحها، يعني لو جسم كبير حتى لو تقيل هيزيح كمية مية أكتر، وبالتالي هيتعرض لقوة طفو أكبر، ودي أول مفتاح معانا. قطعة الحديد الصغيرة لو رميتها في البحر هتغرق فوراً، لكن لو نفس الحديد ده شلته وجوفته وخليته على شكل مجوف فيها هواء، هنا بقى بيزق كمية مية أكبر فبيتعرض لقوة طفن أعلى، وده بيخلي السفينة رغم إنها معدن تفضل طافية. تفتكر البلالين؟ البالونة كلها هوا بتعوم فوق، نفس الفكرة بس مع وزن أكتر وتصميم أذكى. المهندسين وهم بيبنوا السفينة بيحسبوا بدقة الوزن والحجم والطول والعرض، وبيعملوا شكل جسم السفينة بحيث يوزع الوزن كويس. السفينة مش كتلة حديد واحدة، هي عبارة عن جسم مجوف كبير بيحتوي كمية كبيرة من الهواء. كل ما تزيد مساحة سطح السفينة اللي بيحتك بالمية، كل ما قوة الطفو تبقى أكبر. حتى لما يحملوها ببضائع بيحسبوا الوزن اللي ممكن تشيله قبل ما توصل لمرحلة الخطر. علشان كده السفينة لها خط مرسوم اسمه خط بليمز أو بليمسول لاين. الخط ده بيحدد أقصى وزن ممكن تشيله السفينة قبل ما تغرق. الطفو كمان بيتغير حسب نوع السائل. يعني إيه؟ يعني الطفو في البحر غير النهر وغير حمام السباحة. ليه؟ علشان الكثافة. مية البحر فيها أملاح كتير فكثافتها أعلى وبتساعد السفينة تعوم أسهل، وعلشان كده تلاقي الإنسان بيعوم في البحر الميت بسهولة جدا لأن الكثافة هناك عالية جدا. وبالمثل السفينة لو دخلت نهر مالح أو مية عذبة بتحصل تغييرات في مستوى الطفو. قبل ما أي سفينة بتتحرك بيعملوا عليها اختبارات، بيملوا السفينة بوزن محسوب ويشوفوا إزاي هتعوم، ويتأكدوا إن الخط المرسوم على جسمها خط بامز ما تغرقش، وفيها أجهزة بتقيس الوزن والتوازن لحظة بلحظة، ولو حصل خلل في التوازن لازم يتعالج فوراً، وإلا السفينة ممكن تميل أو حتى تغرق. مش كل السفن شبه بعض، فيه السفن شحن، فيه السفن ركاب، فيه عبارات، فيه غواصات، كل واحدة لها تصميم مختلف حسب وظيفتها. سفن الركاب مثلاً بيهتموا بتوزيع الوزن بحيث يفضل مستقر حتى لو الناس بتحركوا. أما الغواصات فهي قصة تانية خالص، لأنها بتغوص وتطفو حسب التحكم في وزنها عن طريق خزانات المية والهواء. رغم كل الحسابات دي السفن ممكن تغرق. ليه؟ لو اتخرمت وتسرب المية جواها، لو الوزن اللي عليها زاد عن الحد، لو حصل اختلال في التوازن نتيجة ميل مفاجئ أو بسبب العوامل الجوية زي الأمواج العالية أو العواصف. تايتانيك مثلاً كانت مصممة إنها تعوم حتى لو 4 أجزاء من جسمها داخلهم مية، بس لما 5 غرف اتخرموا السفينة فقدت التوازن وغرقت. في شوية خرافات كتير ناس بتصدقها عن موضوع السفن، تعال نشوفها واحدة واحدة ونفهم ليه غلط. الخرافة الأولى: المعدن ما يعومش أبداً. ناس كتير بتفتكر إن المعدن ما يعومش خلاص، وده مش حقيقي. زي ما قلنا مش الوزن بس اللي بيحدد، لكن كمان الشكل والحجم والتوزيع. قطعة معدن صغيرة هتغرق، لكن نفس المعدن لو اتشكل بشكل معين وجواه هواء هيعوم بمنتهى السهولة. الخرافة التانية: السفينة لازم تبقى خفيفة عشان تعوم. مش لازم خفيفة خالص، في سفن بتشيل آلاف الأطنان وبتعوم عادي. السر في إنها بتزيح كمية كبيرة من المية، وده بيخلي الطفو أقوى من الوزن.
الخرافة التالتة، السفينة ممكن تعوم في أي حاجة حتى الزيت. الكلام ده غلط. مش كل السوائل ينفع تعوم فيها السفينة. لو السائل خفيف قوي أو لزج بطريقة معينة، الطفو ممكن يتأثر. علشان كده أغلب الحسابات بتتعامل مع مية البحر أو المية العذبة بس. الخرافة الرابعة، لو المية هادية السفينة مستحيل تغرق. ده مش حقيقي. السفينة ممكن تغرق حتى لو البحر هادي، لو اتخرمت أو الحمولة زادت أو في خلل في التصميم. الخلاصة، ما تصدقش كل اللي بيتقال، واسأل دايماً إيه السبب العلمي. الفيزياء عمرها ما بتكذب، ولو فهمت القوانين صح، أي حاجة في الدنيا ممكن تبقى مفهومة وواضحة مهما كانت شكلها معجزة. السفينة بتعوم مش بس علشان معدن ولا علشان الحظ، هي بتعوم بسبب قوانين فيزيائية وتصميمات هندسية وتجارب واختبارات دقيقة. كل تفصيلة من أول شكل جسم السفينة لحد توزيع الوزن للمية اللي بتعوم فيها، كل ده بيشتغل مع بعضه عشان يخلي الكتلة العملاقة دي تعوم فوق البحر. العلم هو اللي بيحول الحديد اللي بيغرق لمعجزة بتعوم. لو وصلت لهنا انت بجد واحد مهتم بالعلم والمعرفة، فما تنساش تعمل لايك وتشترك وفعل الجرس، واستناني فيديوهات تانية أشرح لك فيها حاجات أغرب وأعمق بطريقة سهلة وبالعامية. سلام.